السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة توفّري في الميزانية وعايزة تاكلي حاجة حلوة، عايزة توفّري في مصروف البيت وتاكلي تحلية سريعة وجميلة جدًا، 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 أحلى من أي أكلة ممكن تاكليها أو تشتريها من برّه. اعمليها بيتي ونضيفة وكل حاجة. عندِك بس معلقتي كوبايتين زبادي وكوباية سكر وشوية جوز هند، وهنعمل لكم طريقة عمل للكيكة أو طريقة صنع للكيكة اللي تشبه الكيكة الإسفنجية بين البنين. هي سوري، هنا استخدمت الهاند بلندر. هي أنا المفترض إن أنا حطيت الزبادي مع السكر وهضربهم بمضرب البيضة، أنا نسيت وحطيت الهاند بلندر، اعذروني يعني. الكيكة دي بين البنين يا جماعة هتديكوا طعم البسبوسة وقوام الكيكة، بس هي جميلة وريحتها تحفة وهي طعمها تحفة جدا أقسم بالله. حتى أنا نهاية الفيديو هتشوفوا ازاي الأولاد يعني ما ادونيش الفرصة إن أنا أصور الفيديو من كتر ما هي الكيكة جميلة جدا. صراحة جربوها وإن شاء الله تبهركم وهتعجبكم جدا جدا جدا. هضرب طبعا كوبايتين الزبادي مع كوباية السكر، والبيض بقى اللي تحطيه 4 بيضات 5 بيضات 6 بيضات براحتك، ممكن حتى 3 بيضات يكفوا، ممكن 3 بيضات يكفوا. هضرب البيض لوحده وبعد كده هنزله على البيض مع هنزل معاه المادة الدهنية اللي هي ربع كوباية زيت، وهنزل معاه شوية جوز هند، وهنزل معاه ال المكونات دي كلها اخلطها مع بعض، وبعد كده هنزلها على خلي بالكم انا بضرب الزبادي والسكر وبأركنه لمدة ساعتين. دي خطوة مهمة جدا جدا يا جماعة. اول حاجة تعمليها تضربي الزبادي والسكر وتركنيهم لمدة ساعتين لحد ما يختمروا. هي دي التكة والخطوة المهمة جدا في طريقة التحلية بتاعتنا النهاردة. انا ركنتهم ساعتين وبعد كده بكمل معاكم لان انا طبعا بعمل الفيديو متواصل مفيهوش تقطيع. بنزل المكونات كلها على بعضها وبعد كده بنزل الدقيق عليهم، والدقيق لازم يكون منخول يا جماعة. خلوا بالكم كده، انا من النوع اللي ما بيحطش ابدا يا جماعه الدقيق بمعيار، لان ساعات في دقيق بياخد مكونات سائله كتيره وساعات دقيق بياخد مكونات سائله قليله، فانا بحط حسب النظر. والمكون او الحلوه بتاعتنا النهارده او الكيكه بتاعتنا النهارده لازم يا جماعه تكون اسمك من الكيكه اللي احنا بنعملها العاديه، لازم تكون سميكه لانك انت هتسقيها بكوبايه شربات. فانا حطيت الدقيق وحطيت معلقتين خل، وهنزل بشويه جوز هند او نزلنا بيهم على البيض يا جماعه. خلوا بالكم الخطوه دي. معلقتين الخل وعندك معلقه نشا انزلي بيها، معلقه النشا بتبقى جميله جدا جدا وتديكي نتيجه مبهره. طبعا انا لما نزلت الدقيق على البيض والمكونات كلها ما بضربش غير ضربه بسيطه جدا يا جماعه. هو كده معروف انك انت لما تحطي دقيق على البيض بعد كده يعني يا ريت لو انت ما عندك سباتيولا او حاجه زي كده تضربيهم او بايدك او مضرب يدوي، بلاش الشغل كتير في البيض عشان ما يهبطش. خلاص ضربة واحدة وهنلم الكيكة بتاعتنا وهيكون صينية مدهونة والفرن شغال على درجة حرارة مرتفعة يا جماعة. الفرن لازم تكون شغال على درجة حرارة مرتفعة من أول ما بدأت أشتغل بعد ما خمرت الزبادي والسكر. بصوا الكيك يا جماعة خرافي أقسم بالله خرافي. أنا حبيت أصوره لكم من الجنب عشان تشوفوا الارتفاع بتاعه. دي طريقة عمل الكيكة دي أكلة مش للدايت صراحة لأن هي دسمة وعاملين واخدة جوز هند وفيها زبادي كأنها كيكة اسفنجية بطريقة سهلة. هنزل طبعا كوباية شربات والشربات هيكون سميك يا جماعة. والله الكيك بتاعتنا النهارده احلى من البسبوسه ومعلقتين الجوز الهند اللي انا حطيتهم في الكيك بيدوكي ريحه وطعم خرافي، بيخلوا ريحه الكيك خرافيه جدا يا جماعه. طبعا انتوا هتسالوني انا التكه بتاعه البودر، حطي معلقه بودر يا جماعه. انا حطيت معلقه بودر في الكيك احسن تقولي نسيتيها، انا نسيت اقولها لكم لكن انا حطيتها مع الدقيق. معلقه بودر طبعا وعصره ليمون او فانيليا، دي ما تنسوهاش. لازم من عصرة الليمون او الفانيليا. انا بحط نص ليمون على فكرة بدل الفانيليا بتدي طعم خرافي جدا. وادي يا جماعة الشربات بزقيها الشربات كويس جدا وبرشها من فوق برشة جوز هند. الكيكة دسمة جدا وطعمة جدا بس خلوا بالكم ضد الدايت
أقسم بالله أنا حطيت الكيكة دي كده يا جماعة، وكونتها وجهزتها وحطيتها في التلاجة تسقع بس، قُلت بعد كده أقطّعها لكم. بُصّوا عقبال ما جيت أقطّعها أقسم بالله أنا الأولاد كلوا الكيك كلّها، يعني من كتر ما هي طعمة ولذيذة وأتمنى إنه هي تعجبكم خالص، أنا متأكدة إن هي هتعجبكم، هتبهركم يا جماعة. الكيكة جميلة جدًا وهشة جدًا، وطعمها خرافي، 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 أحلى من البسبوسة وأحلى من الكيكة العادية. بين البنين يعني. أتمنى لو كنتم وصلتوا معايا لحد الخطوة دي يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله عليكم، فقط للتشجيع والمتابعة يعني.